السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمالة إن شاء الله في الحلقة التانية لموضوع النصيحة. قبل ما ابتدي حابب من كل قلبي أهني المنتخب المصري ومصر كلها على ماتش العمر وأداء أكتر من مشرف. شفنا إزاي 10 أسود يعني عملوا المعادلة الصعبة وكسروا كل التوقعات. وحاجة من الحاجات اللي فرحتني إن أول حلقة أو أول فيديو أنا عملته كان في ماتش مصر وزيمبابوي واللي كسبنا فيه، وادي تاني حلقة ان شاء الله مع ماتش مصر وجنوب افريقيا سنة 2025. حاسس ان المنتخب والماتشات وشهم حلو عليا، فان شاء الله نكمل على خير باذن الله، واتمنى ان الحلقة دي تعجبكم. طيب بداية الفيديو ده ما كانش معمول حساب. اللي حصل او رد الفعل من اول حلقة خلاني اقف للحظة وافكر ان الموضوع اكبر من مجرد تجربة. انا من كل قلبي بشكر كل واحد هناني، كتب كومنت، ساب لايك، عمل سبسكرايب وقال لي كمل. الغريب ان اكتر حاجة اثرت فيا ما كانتش عدد المشاهدات، لكن كانت الناس اللي رجعت لحياتي بعد سنين طويلة، اهلي واصدقائي وناس ما شفتهمش من سنين. البودكاست ده عمل حاجة انا ما كنتش مخطط لها، خلاني ارجع اتواصل. طيب خليني احكي لكم قصة صغيرة. البداية اصلا والفكرة ما كانتش لهدف التأثير. انا ما كنتش عايز ابقى مؤثر ولا عشان ادي نصايح برضو. انا بدأت عشان اسيب اثر. والدي ربنا يديله الصحة وطولة العمر ودايما مثلي الاعلى واقرب صديق ليا حببني في الاعلام وفي الصحافة وثقافة الشعوب، بس الاهم حببني في الاطلاع. بس الزرار البداية اتداس لسبب تاني خالص. فيديو واحد غير كل حاجة. الفيديو كان بسيط، واحد بيقول بعد 100 سنة ولا بيتك هيبقى موجود ولا عربيتك ولا شغلك ولا حتى ولادك ولا أحفادك. ناس تانية تماما هتبقى موجودة هنا ومحدش للأسف هيفتكر اسمك ولا قصتك. أنا ما خفتش عشان الأعمار بيد الله، بس حسيت قد إيه الدنيا صغيرة وقد إيه الجري والفرهدة ملهاش أي معنى. قعدت أسأل نفسي مين آخر جد فاكره؟ أبويا، أبو أمي. بس ساعتها بس فكرت في أولادي وقلت هيفتكروني بإيه؟ صوتي، شكلي وأنا صغير، مبادئي، خوفي، غضبي، رأيي، ولو احتاجوا نصيحة هكون فين؟ أكيد ربنا أحن وأحق، اللهم لا اعتراض، بس زي أي أب الخوف عليهم بيخليك تحاول تسيب لهم أي حاجة، زرار يدوسوا عليه يشوفوا بابا كان شايف الدنيا إزاي. ومن هنا جات لي فكرة نص مخ. طيب تعالوا بقى خدكم ونرجع للنصيحة. عايزكم تسألوا نفسكم امتى اخر مرة طلبتوا نصيحة؟ مش حد جه فرض عليكم، مش حد قال لكم انا خايف عليكم. الحقيقة سهولة الوصول للمعلومة خلت النصيحة حاجة تقيلة. ليه اسمعك؟ ما انا شفت ريل، سمعت بودكاست، ولا فتحت تشات جي بي تي. بقينا كلنا ما شاء الله خبراء نفسيين، محللين كورة وفلاسفة علاقات، بس الحقيقة احنا بقينا وحيدين. كارل يونغ قال اصعب حاجة على الانسان ان هو يبقى واعي بنفسه. عشان كده النصيحة تقيلة قوي. الوعي مش دايما مريح بس دايما ضروري. المشكلة ان ساعات النصيحة بتيجي من ناس ما واجهتش نفسها اصلا. نيتشه بقى قال ايه؟ ان لا احد منا يملك الحقيقة ولكن يملك كل منا منظور. طيب يبقى انا ليه افرض منظوري عليك؟ تعالوا بقى نتكلم، يعني انا هاخدكم لورا شوية ونتكلم عن نرجع لورا شوية ونتكلم عن التركيز. انا بالنسبة لي التركيز دلوقتي في العصر اللي احنا فيه والتكنولوجيا انتقل الى رحمة الله. صديقي من اصدقاء الطفولة يعتبر اخويا، عبقري، اسمه احمد فوزي، كنا بنتكلم من يومين وقال لي جملة خطيرة. دلوقتي اي فيديو انت محتاج تحط عليه كمية مونتاج غير طبيعي عشان الناس ترضى تكمل الفيديو، وده يقول لك حاجة واحدة: التركيز انتقل الى رحمة الله. لو الكلام كده مش مولع والصورة بتتحرك، لو مفيش صدمة كل كام ثانية في الفيديو، يسوايب بتقلب. ازاي بقى نستقبل النصيحة واحنا مش عارفين اصلا نسمع نفسنا؟ النصيحة ليه بقت مستفزة؟ خلينا نبدأ بسؤال بسيط بس خطير. ليه اول رد فعل عند اي حد عندما يتلقى النصيحة هو الدفاع؟ مش رفض، دفاع. علم النفس هنا بقى بيقول على ده ايجو ثريت، يعني اي نصيحة غير مطلوبة تساوي تهديد مباشر للصورة اللي انا عاملها عن نفسي. مش لان النصيحة غلط، بس لان قبولها ان انا اقبلها معناه ان انا اعترف اني مش شايف، اني غلطان، ناقصني حاجة.
زمان النصيحة كانت بتيجي من علاقة، ما كانتش معلومة، كانت علاقة أب أم صديق عمر. النصيحة كانت جاية من معرفة، تاريخ يجمعكم وعشرة. دلوقتي النصيحة بقت بوست، ريل، واحد عمرك ما شفته بيقولك تعمل ايه، او لو مكانك كنت عملت كذا. هو مش في مكانك ولا عايش حياتك ولا شايف اللي انت فيه، فانت بتسمع نصيحة وبتستقبلها كاتهام متنكر فيه اهتمام. ليه بقينا بنكره النصيحة اكتر؟ عشان زي ما قلت لكم في اول فيديو، بقينا في زمن المقارنة المستمرة. السوشيال ميديا ما عملتش بس وحدة او سطحية، عملت حاجة اخطر بكتير، خلت كل واحد حاسس ان هو في السباق طول الوقت. فحد جه ينصحني معنى كده ان هو احسن وعارف اكتر، وان انا متأخر حتى لو ما كانش قصده. وده بيولد شعور بيسموه في علم النفس shame based resistance. وانا بعتذر ليكم دلوقتي ان انا بستخدم مصطلحات انجليزية، ان شاء الله احط لها ترجمة عشان انا اكسل من ان انا اشوف لها ترجمة واقولها باللغة العربي. فانا بعتذر لكم عندها، وان شاء الله احاول اصلحه قدام. نرجع بقى تاني لموضوعنا والشيم بيست ريزيستنس. معناها ان انا مش رافض النصيحة، انا رافض الاحساس اللي بيجيلي مع النصيحة. لان السوشيال ميديا كل يوم بتقول له بص ده نجح ازاي، وبص ده عمل ايه، وبص ده راح الجيم، وهكذا. هديكم مثال سريع، وده بيحصل كل يوم ما بين اي صديق وصديقه. انت محتاج تهتم بنفسك اكتر. الجملة عادية جدا بس اللي سمع ان انت مهمل. تعالوا بقى نروح لمنطقة تانية في النصيحة، وهي السلطة. طيب، في علم النفس النصيحة دايما مرتبطة بحاجة اسمها باور دايناميك. مين بينصح مين؟ دايما بتلاقي الاب للابن، مدير لموظف، شخص ناجح لحد لسه بيبتدي. كل نصيحة فيها جواها سؤال خفي، مين الأعلى؟ وده اللي بيخلي النصيحة تتحول من أنا خايف عليك إلى أنا شايف نفسي أحسن منك، حتى لو المتكلم ما قالش كده. وهنا بقى يخش لنا نيتشه من الباب التقيل. أخطر الأكاذيب هي الحقائق التي تقال دون سياق. تاني أقولها لكم تاني، أخطر الأكاذيب هي الحقائق التي تقال دون سياق. النصيحة لو بره السياق عنف ناعم، عشان السياق هو ظروفك، طفولتك، مخاوفك، تاريخك مع الفشل، جراحك القديمة أو الأولد تراماز. ومن غيره النصيحة بتبقى حجر بيتحدف عليك، مش ايد بتتمندلك. طب ليه احنا نفسنا بقينا بننصح كتير؟ ليه الإحساس ان انت بتحب دايما تنصح؟ أنا شايف ان أحيانا بتحب تحس ان انت فاهم. هنا بقى يجي لنا عم كارل يونج يقول لنا ايه؟ كل شيء نرفضه في الآخرين هو شيء غالبا لم نتصالح معه في أنفسنا. يعني ممكن تكون بتنصح غيرك عشان تهرب من مواجهة نفسك. طيب تعالوا بقى أخدكم في حتة تانية، نرجع تاني للسوشيال ميديا، تمام؟ والوحدة اللي بتسببها السوشيال ميديا أو الجرح الكبير بسبب الوحدة. احنا دلوقتي متواصلين أكتر من أي وقت في التاريخ، ولكن لا يوجد علاقة حقيقية. فما شاء الله مقضيينها علاقات سريعة، لايكات، كومنتات، وهكذا. العلاقة الحقيقية بقى هنا بتحتاج صبر، سكوت، وحضور حضرتك. النصيحة أسهل من الحضور. تاني هقولها لكم تاني، النصيحة أسهل من الحضور. ليه؟ عشان أسهل أقولك اعمل من إن أنا أجي أقعد جنبك وأشوفك وأنت تايه. طيب إمتى النصيحة تبقى حقيقية وتبقى رحمة؟ النصيحة عايزكم تتخيلوا معايا لو اتطلبت وكان الرد بعد الطلب هو سكوت في الأول وبعد كده نصيحة، أو جاية من حد خاض نفس التجربة، أو جاية فيها اعتراف أنا غلطت قبلك. غير كده دي مش نصيحة، وسيبها زي ما قلنا على الترابيزة وانت ماشي. أحيانا يا جماعة وللأسف محدش بيعمل كده لكل الأسباب اللي احنا ذكرناها. أحيانا أكبر دعم ممكن تقدمه لحد تايه عنده مشاكل هو الحضور والسكوت. خليني اقولك على حاجة مهمة قوي ممكن تبقى اخطر من النصيحة نفسها، الاستعداد النفسي. مش كل واحد في اي وقت يكون قادر يسمع نصيحة، ومش كل واحد بينصح جاهز نفسيا ان هو ينصح. النصيحة مش كلام صح، النصيحة توقيت
وحالة نفسية. واحد واقع، واحد مكسور، حاسس بفشل، مش ده الوقت اللي تقوله فيه شد حيلك او انا عديت من اللي انت فيه مثلا. الواقع يا جماعة ده مش محتاج دليل ان في حد غيره مر بيها وقام، هو محتاج حد موجود جنبه وقاعد. كم مرة حد بيكلمك يجي لك يقول لك انا بس بطمن عليك، وبعد كده فجأة يبتدي يحكي لك عن نجاحاته بقى في شغله، في علاقاته، في الوقت اللي انت بتمر بيه في مشاكل في نفس الحاجات اللي هو بينجح فيها. انا عارف ان هو مش قصده وحش في معظم الوقت، بس اللي حصل فعليا اللي انت سمعه وحسه، انت فشلت، انا نجحت، انت وقعت، انا كملت، وهكذا. وده بيحصل في عز وقوعك، في عز ما انت محتاج يا ودن تسمع يا سكوت يا تفهم لحالتك، مش مقارنة ابدا. النصيحة هنا بقى ما بتبقاش مؤازرة او طبطبة زي ما بنقول، دي اسمها استعراض غير واعي. المشكلة ان الناصح نفسه مش واخد باله. الناصح ساعات ما بيبقاش جاهز نفسيا ان هو يسمع غيره لو هو نفسه موجوع او عنده مشاكل، فهو هيهرب من الموقف اللي انت فيه بحكاية هو نجح فيه، مش لانك وحش خالص، بس عشان اللي انت فيه بيفكروا بوجع قديم او بمشكلة قديمة هو ما حبش يقف عندها. خليني اضرب لكم مثال حساس للبعض بسيط بس هيوصل لكم الفكرة. عيد الام، كلنا بنخش في اليوم ده نهني الامهات على السوشيال ميديا، على صور، تهاني، رسائل، قلوب، وهكذا. قليل جدا مننا بياخد باله وياخد في اعتباره او يحط في اعتباره ان في ناس امهاتهم متوفاه، او مثلا واحده نفسها تبقى او ام فقدت طفل. بالنسبه لهم اليوم ده ما بيبقاش فرحه، ده بيبقى جرح مفتوح. طيب هل نمنع التهاني؟ لا. الوعي هنا بقى انت كإنسان ان مش كل لحظة فرح ليا بالضرورة تكون فرح لغيري. زي النصيحة بالظبط، النصيحة زيها زي التهاني، ممكن تكون صادقة ولكن مؤلمة في غير سياقها او في السياق الخاطئ في التوقيت الغلط لو جت من غير حساسية إنسانية. عشان كده مش كل مرة تحس ان انت فعلا بتطمن بتبقى انت فعلا بتطمن. وساعات احسن حاجة ممكن تعملها ان انت تقول انا معاك وتسكت. في بقى نوع من النصيحة اخبث شوية ومنتشر اكتر، انك تفتح قلبك لحد وتقول له انا سبت الشغل مثلا، قبل بقى ما انت تكمل تلاقيه رد يقولك انا مديون او انا عليا فلوس. تقول له مثلا انا خايف الشغل يمشوني، يقول لك انا ضغطي عالي وودوني المستشفى. كل مرة لازم قصتك انت تبقى مقصوصة قصيرة عشان قصته هو تبقى اطول. هو ما بيقللش منك، بس هو بيعلي على اللي انت فيه، كأن فيه سباق خفي. مين تعبان اكتر؟ مين استحمل اكتر؟ مين عنده مشاكل اكتر؟ انت بقى مش داخل تتسابق وفي منافسة، انت داخل تقول لحد انا تعبان. هنا بقى ده ملوش علاقة بالتطمين تماما، دي مزايدة على ألم حضرتك. الوجع مش مسابقة ولا الخوف بطولة، والمعاناة مش وسام شرف. اللي بيعمل كده مش بالضرورة يكون شخص وحش، غالبا ده بيكون شخص ما تسمعش قبل كده وما تسمعش وهو صغير، فما تيجي انت تحكي هو ما بيعرفش يسمعك، هو بيكلم نفسه. هنا بقى انت بتخرج من الحوار اتقل مما دخلت، مش لانك قلت الحقيقة وقلت اللي جواك، لا، عشان انت ما لقيتش مساحة. المفروض نطلع حاسين ان احنا اخف، مش حاسس ان انا طالع من سباق ومفرهد، مش متقارن، مش متسابق، مش اقل. خليني اقولها لكم بوضوح يمكن توجع شوية. اللي يعلي عليك وانت تعبان ده مش بيساندك، انت بالنسبة له مراية عشان يطمن نفسه. خليني اخدك خطوة لورا. اللي دايما بيعلي عليك وانت تعبان ده كان بيبقى طفل ما تسمعش وهو صغير، كان لما بيشتكي، وانا متأكد ان ده حصل لناس كتير، كان بيتقال له الكلمات المشهورة كبر دماغك، غيرك تعبان اكتر، ما تكبرش الموضوع. فهو كبر وفاهم ان الألم لازم يقارن عشان يتشاف. طيب فاما هو بيسمعك ما بيسمعش كلامك، هو بيسمع افكاره اللي هيعلي بيها عليك. هي مش انانية، بس هو محدش علمه ان الوجع اللي قدامك ده لا يقارن بوجعك، وان الوجع ينفع يتحضن من غير ما احط له مقاييس. تيجي مثلا في البيت وانت صغير تقول انا تعبان، انا مفرهد، انا متضايق، فيتقالك
شوف ماما تعبانه قد ايه اكتر منك، شوف اخواتك تعبانين، شوف بابا تعبان اكتر منك قد ايه. فانت هنا ما بتتكلمش، خلاص بتبطل كلام، وليس احتراما، هو بس بتحس ان انت وجعك ده او مشكلتك اتلغت خلاص. بتيجي مثلا في الشغل كل يوم، وده اكيد بيحصل لناس كتير، تقول انا مضغوط، انا تعبان، يترد عليك الرد الشهير كلنا مضغوطين. الجملة في حد ذاتها صح، ولكن النتيجة مفيش حد سمعك ولا حد ساعدك. يجي مثلا تعالى في العلاقات الاجتماعية، فواحد يروح لزوجته او العكس، وتقول انا حاسس ان انا مش متشاف. الطرف التاني بدل ما ياخد ويعمل حاجة اسمها acknowledgement لمشاعرك، يقولك طب ما انا كمان مش متشاف، انت فاكرني مرتاح مثلا؟ وفجأة بدل ما كانت مشكلة وهنتشارك في حلها، اصبحت منافسة وقلب ترابيزة. في كل الامثلة اللي انا ذكرتها لكم دي 99% بتبقى النوايا كويس، بس هنا المشكلة فين؟ مفيش حد حاضر او present، كل واحد ماسك في المشاكل والحاجات اللي وجعه هو، لدرجة ان هو مش شايف غير نفسه. خلينا اسألكم بصراحة وتجاوبوا انتوا لنفسكم بصراحة، اخر مرة حد فتح لكم قلبه كنتوا بتسمعوا ولا كنتوا مستنين دوركم ان انتوا تتكلموا؟ لما حد جالكم وقال لكم ان هو تعبان، احتضنتوه ولا قارنتوه او قارنتوا مشاكله؟ والاهم، اما انتوا تعبتوا اخر مرة لقيتوا مساحة ولا تقلكوا ان الكل تعبان؟ في النهاية يا اصدقائي، عايزكم تبصوا على النصيحة كأنها صدقة بتدوها لأي حد، لأن هي شيء المفروض ان هو خير. طيب اشتراط الصدقة ايه؟ ان لا يتبعها من ولا اذى. فمش كل نصيحة هتتسمع، ومش كل حد هيسكت هيبقى ضعيف، بس الاكيد انك لو ما وقفتش مع نفسك وما اخترتش مين تسمع له، الدنيا هي اللي هتختار بدالك. في بودكاست نص مخ انا عملت النص اللي عليا وحاولت انور لك الطريق، النص التاني عليك انت. الى اللقاء ان شاء الله في حلقة جاية. اتمنى ان انا ما كنتش اطلت عليكم. تصبحوا على خير.